عايز اقول لك ان بند المحاره مهم جدا في التشطيبات، ولازم تستلمه كويس جدا عشان خاطر يعمل لك مشاكل كبيره جدا بعدين، وكمان ممكن يظهر معاك شروخ نتيجه انك ما اهتمتش بالبند ده كويس. عشان كده هو من البنود اللي بتحتاج متابعه مستمره، وبنستلمه على اكتر من مرحله. قال لهم خالص حاجه بيسموها دراع على ابوه، دي طريقه بيستخدمها الصنايعي انه بيجيب دراع من الومنيوم كبير جدا ويبدا يمشيه على الحيطه ويحاول يسويها كويس، بس عيبها ان بيكون الدراع ده مش موزون بميزان ميه. لو عايزين نروح للطريقه الثانيه ونعلي الجوده اكتر، بنجيب نفس الدراع ده بس بنحط عليه ميزان ميه عشان اتاكد ان الجنب اللي انا بحره او الحيطه موزونه كويس. بس بتقابلنا مشكله ثانيه، الطريقه دي بنقدر نظبط بيها الحوائط بس كل حيطه لوحدها، ما بتكونش موازيه كمان لبعض. نروح للطريقه ثالثه وهي اعلى جوده من الطرق اللي فاتت، بنسميها تربيع وزاويه الغرف، ودي دقتها اكتر بكتير جدا عشان بتاكد فيها ان الحوائط كلها موزونه وموازيه لبعض تماما. بالتالي الارقام بتاعتي بتكون متعامده على بعضها وبتكون زاويه 90 درجه. بس لو اكتفينا بكده هتظهر معانا مشكله ثانيه، وهي ان الغرف مش متاكسه مع بعض ومش مسلمه بعض. فلما نيجي نركب السيراميك بتاعنا هنلاقي اماكن التقاء السيراميك عند الابواب مش مظبوطين. بنروح بقى للطريقه الرابعه وهي الاعلى جوده،